اهلا بكم يا ابطال. انا كابتن ابو اسامه، والنهارده دي هتكون اول محاضره من الميني كورس الخاص بتصميم البرامج التدريبيه. الميني كورس ده معمول مخصوص للناس اللي عايزه تبطل تروح الجيم وهي تايهه او تعك في الجيم، وتتعلم ازاي تبني برنامج تدريبي علمي يخليها توصل لهدفها اسرع. واول سؤال مهم جدا لازم تساله لنفسك: ليه اصلا اتعلم اعمل برنامج تدريبي؟ خليني اقول لك ان كتير جدا من اللي بيروحوا الجيم بيلاقوا نفسهم تايهين جدا ومش عارفين هم بيعملوا ايه. مش بقول ان مثلا لو انت رحت عملت يوم صدر ويوم ظهر ويوم كتف ويوم رجل ويوم باي وتراي مثلا ده غلط، ولكن مع التطور اللي احنا عايشين فيه بشكل مستمر، فالموضوع بيبقى محتاج منك ان انت تواكب التطور ده وتفهم اكتر. وتلاقي بقى في بعض الناس يعمل تمرين على مزاجه ويجيب تمرين من على النت شايفها او من على اليوتيوب ويجرب وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده، والنتيجة بعد شهور بتبقى يعني هو مجهود مش هنقول ضايع، بس مجهود مش في محله، وجسمه مش واصل لأحلى نتيجة أو لأفضل نتيجة. وده مش معناه إن التمرين وحش، لكن البرنامج نفسه مش مبني على أساس علمي ومش مخصص للشخص ده. طيب يعني ايه اصلا برنامج تدريبي؟ البرنامج التدريبي ببساطه هو تقدر تقول اللي هو الماب بتاعتك او الخريطه اللي انت بتمشي بيها، اللي بتمشي على اساسها داخل الجيم. ومن غير خريطه دي انت هتلف كتير وهتوه وهتتعب ومش هتوصل للهدف بتاعك. والبرنامج التدريبي الكاستمايز او المصمم مخصص للشخص على حسب هدفه بيبقى يعتبر إجابة على أسئلة زي اللي هو أنا هتمرن كام يوم في الأسبوع، وهركز على عضلات إيه في كل يوم هتمرنه، وهعمل كام مجموعة وهعمل كام عدة، وإزاي هعمل أصلا بروجريس اوفرلود، وإزاي هطور من نفسي من أسبوع للتاني وهكذا. يعني تقدر تقول ده اللي هو الإيه الورك ماب أو الماب وركينج بتاعتك، اللي هي الخطة العمل بتاعتك. طيب ايه الفرق بقى بين العشوائية والتخطيط؟ في فرق كبير جدا ما بين ان واحد يروح يتمرن بشكل عشوائي وواحد تاني داخل عارف هو هيعمل ايه من A to Z وماشي على برنامج واضح. لو جينا ناخد مثلا الشخص العشوائي ممكن تلاقيه بيعمل سكوات النهارده ويطنش رجليه، او يقعد اسبوعين ثلاثه ما يتمرنش تمرينة رجلين ويرجع بعد الاسبوعين ثلاثه يدخل تمرينه تانية او يغير في السكوات مثلا، يلعب اي شكل تاني. مش بالضروره ان الاشكال تكون ثابته، ولكن ده ما خلهوش يوصل لحاجة اسمها التكيف العضلي. وكمان هو أصلا مش عارف هو جسمه محتاج فعلا ان هو يلعب سكوات ولا لا. الشخص بقى اللي عنده برنامج تدريبي مخصص وعارف هو هيعمل ايه كل يوم، وعارف هو هيلعب بأنهي شكل وأنهي زاوية وكم عدة وكم مجموعة، ووقت الراحة بتاعته قد ايه، والبلوك اللي هيلعبه الأسبوع ده ايه، والبلوك اللي هيلعبه اللي بعد كده. وبالضرورة برضو مش يكون بشكل أسبوعي، ولكن هو عارف خلال مثلا 3 شهور هو ماشي على خطة شكلها ايه. طبعا النتيجة في الأول بالنسبة للشخص العشوائي هو هيعمل عضلات اوريدي، كده هيعمل عضلات عادي جدا، يعني حتى لو بتمرن غلط هتعمل عضلات مفيش أي مشكلة. لكن الموضوع ما فيهوش بالانس، ما فيهوش توازن، وممكن كمان يحصل فيه اصابات، وممكن يكون عنده عضلات فيها ديفوهات وهو مش قادر يصلح الديفوهات دي. النتيجة بتاعت الشخص التاني بقى بيبني جسم كويس جدا وبيعرف يتطور كويس جدا وبيوصل لهدفه أسرع، وبيتجنب أو بيبقى عنده القدرة إنه يتجنب الإصابات بشكل كويس. طيب ايه اهمية ان انا اعمل او اعرف اعمل تصميم برامج تدريبية او برنامج تدريبي، او ايه اهمية تصميم البرنامج اصلا؟ تمام. البرنامج بيكون مهم جدا عشان هو هيوصلك لهدفك بشكل اسرع. يعني لو انت عايز تعمل تحسين في الاداء الرياضي بتاعك، فانت بتكون بادئ البرنامج التدريبي بتاعك وعارف نقاط القوة بتاعتك ونقاط الضعف، وعارف انت هتركز على ايه في الجزء ده، لان انت راجل بتدور على البرفورمانس، فانت هتركز على حاجات خاصة في القوة والتحمل في السبيسيفيك في الرياضة اللي انت بتلعبها دي او في الحاجة اللي انت بتعملها دي. تاني حاجة مثلا لو انت عايز تحرق دهون، فانت بتنسق بقى البرنامج التدريبي بتاعك ده بشدة معينة، وبتنسقه مع الكارديو برضو بيكون بشدة معينة، زائد ان برضو بتكون ماشي على النيوتريشن بلان واضحة ومناسبة للهدف بتاعك، وهكذا برضو في بناء العضلات
بيكون برنامج التدريبي بتاعك متوزع بشكل كويس، الحمل التدريبي بتاعه متوزع بشكل يدعم ان انت تبني ماسلز، وماشي في افضل نطاق للعدات للتضخيم. ومن غير برنامج واضح يعني عمرك ما تبقى عارف اصلا، يعني مش هتعرف تأسسمنت لنفسك، يعني مش هتعرف تميجر او مش هتعرف تقيس التطور بتاعك، ومش هتعرف تماشي صح ولا غلط. حتى لو في نتيجه، يعني هو في نتيجه اوريدي، احنا قلنا ان حتى لو انت بتلعب غلط فانت اوريدي هيبقى في نتيجه، مش اي مشكله. لكن هل النتيجه دي هي افضل نتيجه نقدر اوصل لها ولا لا؟ انا مش عارف، لان انا مش عارف اصلا انا ماشي على طريق صح ولا غلط. الخلاصه يا رجاله، لو عايز توصل لهدفك لازم يبقى عندك برنامج تدريبي متكامل، وده اللي هنمشي فيه سوا خطوه بخطوه في الميني كورس ده ان شاء الله. ومن اول ازاي تحدد مستواك لحد ما تصمم برنامج تدريبي لنفسك بناء على الكلام اللي هشرحه في المحاضرات الجايه. والميني كورس هيكون 5 محاضرات. ولو انت اول مره تشوف الفيديو او تشوفني او تسمع صوتي، فما تنساش تعمل سبسكرايب وتعمل لايك وتعمل كومنت، وقول لي لو انت حابب تفهم حاجه اكتر او حابب ان انا اتكلم عن حاجه تانية. وما تنساش تعمل شير لصاحبك اللي بيتمرن كل يوم تمرينه مختلفه. اشوفكم المحاضره الجايه.